السلام عليكم دفعة تانية ثانوي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على lesson 2 في chapter 3 واللي هو بيتكلم على ال nuclear reactions. طيب أنا عايز أعرف أصلا هو إيه الفرق بين ال nuclear reactions وال chemical reactions العاديين. قالك ال chemical reactions العاديين بيبقى between الاتومز، واحد منهم يعمل loss لإلكترون أو gain لإلكترون، أو حتى الاتنين يعملوا شير الإلكترونز مع بعضهم، بس مفيش حاجة بتتغير. يعني الإليمنت نفسه ما بيتغيرش. يعني مثلا مش هتشوف بدايتك صوديوم تفاعله يطلع بوتاسيوم، مفيش كده. يعني الصوديوم مش هيتحول لبوتاسيوم، هيفضل صوديوم. تمام. اما في النيوكلير رياكشنز فهو الاتوم نفسها ممكن تتغير، او النيوكلاي بقى ممكن تتغير من نيوكليس لنيوكليس تاني. يعني ممكن نيوكليس تتغير من نيوكليس لنيوكليس تاني. معنى كده ان الاليمنت اللي داخل مش شرط يبقى هو اللي خارج، لا هو في الاغلب اصلا بيخرج حاجه تانية. جميل. فده الفرق بين النيوكلير رياكشنز والكيميكال رياكشنز العاديه. طيب محتاجين نفهم اكتر. فمثلا عندك اكس، احنا افترضنا له ان الاي بتاعته ب50 وان الزد بتاعته ب30. معنى كده ان الماس نمبر ب50 والاتوميك نمبر ب30، ده حسب افتراضنا احنا. جميل. طيب وبعدين قالك هيتحول لواي ويطلع مع راديشن. جميل. قالك لازم الماس نمبر اللي هنا يبقى ايكوال الماس نمبر اللي هنا واللي هنا، والاتوميك نمبر اللي هنا يبقى ايكوال الاتوميك نمبر هنا وهنا. بمعنى مش هنا 50، لازم مجموع دول يبقى 50 هو كمان. طب انت عندك ده 46، يبقى معنى كده ده اجيبه ازاي؟ هقول 50 ناقص 46 يطلع معاك 4. جميل. طيب نفس الكلام تحت، عندك هنا 30 وهنا 28. 30 ناقص 28 يطلع معاك 2. يبقى الراديشن ده فوق هيبقى 4 وتحت هيبقى 2. وفعلا 4 و46 يدوك 50، وهنا 2 و28 يدوك فعلا 30. جميل. كلامنا كله النهاردة هيبقى على الموضوع ده. الفكرة كلها ان هيديك حاجة ويطلب منك الحاجة التانية، فانت يا اما هتجمع يا اما تطرح وتجيب الحاجة التانية. بمعنى مثلا بص يا سيدي، الاول بس نفهم بس الدنيا ماشية ازاي. في عندك حاجة اسمها ناتشر راديو اكتيفيتي وحاجة اسمها ارتفيشال راديو اكتيفيتي، اللي هو اشعاع طبيعي او نشاط اشعاعي طبيعي ونشاط اشعاعي صناعي. كلامنا في ليسون 2 هيبقى عن ناتشر راديو اكتيفيتي. اما كلامنا في ليسون 3 واخر حاجة خالص عندك في منهجك هو الارتفيشال راديو اكتيفيتي. فالنهارده كلامنا على ايه؟ عن ناتشورال راديو اكتيفيتي. يعني من الاخر انت بتحط الاليمنت، هو بيخرج، هو بيطلع ايميشن وبيطلع حاجه تانية هو من نفسه. جميل. ده طب احنا عندنا في انواع للإيميشنز دي. قال لك في حاجه اسمها الفا ايميشن، وفي حاجه اسمها نيجاترون، وحاجه اسمها بوزيترون، وحاجه اسمها جاما. جميل. يبقى احنا عندنا كده 4 ايميشنز. طيب خلينا كده نقول عليهم واحده واحده. اول حاجه الالفا ايميشن. طب الالفا ايميشن دي ايه فكرتها؟ قال لك خد مثلا مثال عليها، يقول لك يورانيوم 238 هيطلع سوريا 234 ومعاه الفا بارتكل. طيب تعالى كده نشوف الايكويشن عامله ازاي. فعندك يورانيوم 238 و92 هيطلع معاك سوريا 234 وعندك هنا 90. فانت تعرف من نفسك تجيب ايه البارتكل اللي معاه ده، او ايه الاميشن اللي هيطلع معاه او الراديشن اللي هيطلع معاه. اعملها ازاي؟ 238 ناقص 234 هيدي 4. 92 ناقص 90 يدي 2. يبقى معنى كده ان ده هيبقى طالع معانا حاجة فيها 4 فوق و2 تحت، فاللي هي اسمها الفا بارتكل. خد بالك من حاجة، اليورانيوم هنا ده بيتقال عليه البيرنت. جميل. ده بيتقال عليه البيرنت. طب والنيوكليس اللي طالعة دي بيتقال عليها الدوتر. فده اسمه البيرنت، ده اسمه الدوتر. جميل. طيب نشوف مثال كمان. عندك اكتينيوم بيطلع فرانسيوم والفا بارتكل، وده اللي احنا اصلا اتكلمنا عليه في شابتر 2. طب الاكتينيوم عندك اهو 227 89، طلع فرانسيوم 238 و87. 227 ماينس 223 يطلع معاك 4، و89 ناقص 87 يطلع معاك 2. ففعلا كده طلع مع الفا بارتكل. فدي الفكرة بتاعته. طيب خلينا كده نكمل ونجيب تاني حاجة معانا. تاني حاجة معانا حاجة اسمها نيجاترون أو بيتا ماينس، أو اللي هي بيتا ماينس أو نيجاترون. أوكي. طيب بيقول لك هي أصلا بتتكون نتيجة إيه؟ نتيجة إن عندك نيوترون اتحول بقى بروتون وطلع معاه الإلكترون. فالبيتا ماينس هي أصلا إيه؟ هي الإلكترون، يعني 0 وماينس 1. طيب فيقول لك إيه؟ لو أنت عندك هنا في نيوترون، فالنيوترون ده هنا 1 وهنا 0، اتحول بقى بروتون، البروتون ده 1 1.
طب انا عايز اعرف ايه الاميشن اللي هنا ده، ايه اللي طلع هنا، فاعرفه ازاي؟ خلاص نعمل ده ماينس ده، 1 minus 1 equal 0، يبقى هنا في 0، هنا 0 minus 1 equal negative 1، فيبقى معنى كده المفروض هنا يكون في 0 ونيجاتيف 1. ففعلا لو جينا نبص هتلاقي فعلا هنا اصلا البيتا ماينس دي اللي هي اصلا بيتا هي ايه اللي هي 0 وماينس 1. فعلا هنا اللي جيت قلت ده ماينس ده هتطلع معاك 0 فعلا، فخلاص احنا كده ماشيين صح. جميل كده. ايه عرفنا الاوريجن بتاعه؟ الاوريجن بتاعه هو ان احنا النيوترون نتحول لبروتون. طيب جميل، عايزين بقى نطلع equation كده كاكزامبل. قال لك ايه؟ عندك في نيجاترون emission when the radioactive carbon 14 isotope transforms into the nitrogen 14 isotope. جميل. وقال لك عندك هنا ايه؟ عندك هنا الكربون طلع نيتروجين، وقال لك ان ده 14 وده 14، وقال لك ان هو هيطلع نيجاترون emission، يبقى معنى كده انت معاك هنا نيجاترون. طيب فاعرف كده اجيب الاتوميك نمبر هنا؟ هعرف، هقول ده ماينس ده، 6 minus negative 1 equal 7. ففعلا هنا ماشية صح، فعلا هنا 7. خدت بالك هنا من حاجة؟ الدوتر هنا أكتر في الأتوميك نمبر من الكربون. جميل. يبقى أنت عندك في حتة النيجاترون ده بتلاقي دايما إن الدوتر أكتر من البيرنت بواحد في الأتوميك نمبر، وهتلاقي كمان إن الماس نمبر زي ما هو متغيرش. جميل. ده بالنسبة لإيه؟ للنيجاترون. طيب نخش على تالت ايميشن معانا، هو البوزيترون. البوزيترون بيتقال عليه بيتا بوزيتيف. اوكي، فالبوزيترون هو بيتا بوزيتيف. طيب نتيجة ايه؟ مش هي بدايتها بي بوزيترون؟ طيب هي نتيجة ايه؟ نتيجة تحول بروتون لنيوترون. جميل. زي ما هنا كان اولها نيجاترون اولها ان، فهي نتيجة تحول نيوترون لبروتون. جميل. طيب فاتفقنا كده هي بروتون نيوترون، حتى عشان نأكدها فهو عندك البروتون تحول نيوترون. فعشان اجيب الاميشن اللي طلع هنا هقول هنا 1 minus 1 equal 0، هنا 1 minus 0 equal positive 1. ففعلا هنا هو شبه بالظبط النيجاترون، بس بدل ما بقول 0 نيجاتيف 1 في البوزيترون بقول 0 positive 1. جميل. طيب ناخد مثال. قال لك ايه؟ في بوزيترون emission for the transformation of the radioactive sodium 22 isotope into the neon 22 isotope. جميل. طيب قال لك هنا ايه؟ عندك صوديوم تحول بقى نيون، وده 22 ده 22. طيب وقال لك ان هو طلع معاك بوزيترون، وعايز يعرف مثلا ايه؟ عايزين هنعرف هنا هنا يبقى في كام؟ 22 minus 22 equal 0. فا اوكي ماشي صح. طب هنا 11 minus 1 equal 10، يبقى معنى كده ده هنا ب 10. وفعلا لو جينا عملها بالعكس بقى هنقول 10 plus 1 equal 11، فكده ماشي صح. طالما فوق بيتساووا مع بعض وتحت بيتساووا مع بعض كده انت ماشي صح. طيب نيجي على الرابع ايميشن معانا، وهي الجاما ايميشن. الجاما ايميشن دي غلبانه كده في حالها، ملهاش دعوه بحاجه، هي لا ليها ماس ولا ليها تشارج، فبالتالي هي مش هتغير ولا الاتوميك ماس ولا الماس نمبر. جميل. مش هتغير ولا الاتوميك نمبر ولا الماس نمبر، هي مجرد بس انرجي رينج بيخرجها الاليمنت ده وخلاص، مش اكتر. جميل. وفي الاغلب بتبقى اصلا موجوده مع الالفا او البيتا، يعني لو في الفا او بيتا غالبا بتبقى هي معاهم اصلا. تمام. فبيقول لك هنا ايه؟ في سؤال بيقول لك upon the emission of the negatron followed by gamma rays from the nucleus of an atom of element، مدينا الاليمنت ايه؟ بيقول لك the resulting isotope is not. يبقى احنا عرفنا ايه؟ عرفنا ان احنا ده الاساسي بتاعنا، وطلع جاما وطلع نيجاترون. ماشي. النيجاترون ممكن يقول لك بيتا، لو قال لك بيتا بس فيها نيجاترون برضه، وهيطلع حاجه تانية. طيب اعمل ايه؟ هعمل ده ماينس ده عشان اطلع هنا بكام، واعمل ده ماينس ده عشان اطلع بكام. طيب هنا 238 ماينس هنا 0 وهنا 0، يبقى المفروض يطلع هنا 238 زي ما احنا. طيب الناحية التانية او تحت 92 ماينس 0 ماينس 1، خد بالك ماينس ماينس يبقى معنى كده ان هي بوزيتيف، يعني 92 اكنك بتقول 92 زائد 1، يبقى تحت عندك 93. فتلاقي طلع معاك بي 238 و93. طب مستر في اجابتين ينفعوا كده، في اتنين 238 و93. اقول لك لا، الاجابه هي سي. طب ليه انا ما قلتش ان هي دي؟ لان طالما الاتوميك نمبر اتغير معنى كده الاليمنت اتغير، فما ينفعش ابقى بدايتي هنا ايه ونهايتي برضو يكون ايه، ده مش منطقي. كده معناها ان الاليمنت ما اتغيرش. فطالما بدات بايه ونهيت بحاجه، طالما الاتوميك نمبر اتغير يبقى معنى كده لازم هنا السيمبل ما يبقاش هو
طيب نيجي نتكلم هنا على تاني حاجة معانا في حصتنا، وهي الهاف لايف بيريود. ايه الهاف لايف بيريود ده؟ ما معناها فترة عمر النصف، يعني ايه برضه؟ يعني دي ايه الفكرة بتاعتك كديفينيشن؟ هي التايم اللي يتحول فيه او يحصل ديكي لنص النيوكلاي اللي موجودة في الراديو اكتيف اليمنت. يعني ايه؟ يعني لو مثلا هو كان 100% يتحول يبقى 50%، لو هو كان 80% يتحول يبقى 40%، يعني وصل لنصه. تمام، ده اللي مقصود بكلمة هاف لايف بيريود. سيبك من الديفينيشن، مش دي النقطة دلوقتي. بص القانون بتاعه، هقولك تي هاف ايكوال تي اوفر دي. طب ايه الحاجات دي؟ التي هو التوتال ديكي تايم، يعني ده كده يعتبر التايم كله على بعضه. طب الدي نمبر اوف هاف لايفز elapsed، اللي هي عدد مرات التحول. طب التي هاف هي الهاف لايف بيريود نفسها. جميل. طيب القانون مش هيوضح لك قوي، بس بجد دي من اعبط الحاجات والطف الحاجات الموجوده في المنهج، يعني حاجه سهله جدا. طيب تعال ناخد امثله عشان نفهم هنمشي ازاي. ادي القانون عندك اهو، هتلاقيه موجود هنا عشان ايه ما تنساهوش. طيب اول اكزامبل عندك بيقول لك ايه؟ sample mass equal 12 جرام remaining 1.5 جرام after 45 days. What is the half life of this element؟ هنا هو عايز الهاف لايف. جميل. يبقى انا محتاج يكون عندي التي وعندي الدي. التي هو مديها لك بايه؟ 45 days، يبقى انت فاضلك الدي. طب الدي اجيبها ازاي؟ مش هو مديك ماس تو ماسز؟ تمام، واحده تبقى انيشيال واحده فاينل. معنى كده بدايتك 12 جرام وهتنهي بواحد ونص جرام. طب انا ازاي اوصل اصلا من 12 لواحد ونص؟ قال لك انت هتمسك الانيشيال دي وتعملها ديفايدد باي 2، تقسمها على الاتنين، وتفضل تقسمها لحد ما توصل لايه؟ 1.5. فلو انت خدت 12 دي قسمتها على الاتنين يطلع معاك 6. 6 لو قسمتها على الاتنين يطلع معاك 3. 3 قسمتها على الاتنين يطلع معاك واحد ونص. طيب انت عشان توصل للفاينل ده عملت كام سهم؟ في كام سهم حصل، او قسمت كام مره على الاتنين؟ فهتلاقي في سهم واتنين وتلاته. جميل. التلات اسهم دول هما الدي بالنسبه لك، فكده معناها ان الدي ايكوال 3. طب انت جبت الدي والتي هو مديها، تعرف تجيب التي هاف، فيبقى معنى كده ان التي هاف هتساوي معاك 45 اوفر 3، تطلع معاك 15. وبما ان هو قال لك هنا دايز يبقى انت كمان تجيبها له بالدايز. طب ده كان اكزامبل. تعال نشوف مثال كمان. بيقول لك ايه؟ a sample of radioactive element contain 4.5 times 10 power 12 atoms. If 7 over 8 of the atom decayed after a period of 9 months, calculate the number of remaining atoms. وعايز الهاف لايف. طيب بيقول لك كده دي ايه؟ دي كده الانيشال بالنسبه لك، وبيقول لك ان في 8 منهم حصلها ديكي، في 7 من 8 منهم اتحللوا خلاص. طبعا بعد ايه؟ بعد 9 months. 9 months دي هي التي، خلاص احنا كده معانا التي، احنا محتاجين بس نجيب الدي. طيب مش هو ما يقولك هنا 7 over 8 كل ده حصله ديكيد؟ معنى كده ايه اللي فاضل؟ اللي فاضل ده 1 over 8، ما هو كله على بعضه equal 1. فنقول 1 minus 7 over 8 هتبقى equal 1 over 8. فعشان اعرف اجيب الريميننج هاخد ايه؟ هاخد الانيشال بالنسبه لك ده اعملهم تايمز اوفر 1 1 over 8. طيب اخد الرقم اعمله تايمز 1 over 8 طلع معاك 0.6 تايمز 10 باور 12 اتومز. دي كده النهايه بتاعتك. كده بقى معاك الانيشال وبقى معاك الفاينل، فتعرف تجيب الهاف لايف. ازاي تعرف تجيب الهاف لايف؟ ما انت طالما عرفت توصل لده هتعرف تجيب الدي، ولو جبت الدي خلاص جبت الهاف لايف. طيب فانت بدايتك كانت ايه؟ كانت 4 و8. اوكي، اقسمها على الاثنين بقت 2 و4، اقسمها على الاثنين بقت 1 و2، اقسمها على الاثنين بقت 0.6. وده ايه؟ دي الفاينل بتاعتك. فانت عايز من الانيشال توصل للفاينل، عملت كام مره؟ او عملت كام مره؟ قسمت كام مره على الاثنين؟ فثلاث مرات. عرفتها منين؟ من الاسهم. شوف الاسهم بتاعتك، شوف انت وصلت في كام سهم. 3 اسهم. اوكي، يبقى دي ايكوال 3. طيب كده بقى معاك الدي، وهو اصلا اوريدي مديك التي، يبقى تقدر تجيب الهاف لايف. الهاف لايف ايكوال ايه؟ ايكوال تي اوفر دي، يعني 9 اوفر 3، فايكوال 3 مانثس. طيب تعالى نخش على example 3. What is the time required for the decay of 93.75% of the nuclei of any radioactive element with the half-life of 32 minutes؟ طيب هنا هو مديك ايه؟ مديك الهاف لايف وعايز التي نفسها، وقال لك ان حصل ديكي للرقم ده. طب اعرف منين كده فاضل ريميننج قد ايه؟ يبقى ريميننج 100 ماينس الرقم ده. فلو عملنا 100 ماينس الرقم اللي كان مديهولنا هتطلع معاك 6.25. جميل جميل. طيب كده انت معاك البدايه بتاعتك اللي هي 100% دي الانيشال، والنهايه بتاعتك 6.25. طيب حلو قوي الكلام ده. تعمل ايه بقى؟ تبدا تجيب ال 100 دي وتقسمها على الاتنين لحد ما توصل لل 6.25.
100 على الاتنين فيها 50، 50 على الاتنين 25، 25 على الاتنين 12.5، 12.5 على الاتنين فيها 6.25، وده هو الفاينل بتاعك. وصلت في كام سهم؟ وصلت في 4 أسهم، يبقى الدي ايكوال 4. طب أنا جبت الدي ومعايا التي هاف، أنا عايز أجيب التي، يبقى أنا عايز أجيب التي ده، يبقى هضرب التي هاف تايمز الدي. التي هاف ب32 تايمز الدي، يبقى معنى كده 32 في 4 ايكوال 128 مينت. جميل، لان هو طبعا بدأها لك بالمينت، فلازم كمان تجيبها بالمينت. طيب تعال بقى نجيب اسئله على الدرس كله. الدرس كده خلص، طبعا درس بسيط ولطيف، فتعال نجيب اسئله كده على الدرس كله. هنا بيقول لك ايه؟ ايستوب كروميوم، هنا 53 وتحت عندك 24 results from beta emission of node. خد بالك ده معناها ان ده ايه؟ ده الناتج ده اللي طلع بره. دي اصلا ايه؟ دي الدوتر. طب الدوتر دي مطلعه بيتا، يعني هيبقى جنبها ايه 0 وماينس 1، فالزيرو خلاص يبقى كده كده اللي معاك فوق هيبقى لازم 53، يبقى كده كده انت بين ايه وبين الدي. طيب وعندك دي 24 وهنا كان في ماينس 1، 24 ماينس 1 يبقى كان البدايه بتاعتك اصلا كام؟ يبقى معنى كده ان البيرنت نفسها كانت 23، عشان 24 ناقص 1 تبقى 23، يبقى معنى كده ان البيرنت كان 23، يبقى معنى كده ان الفاناديوم هو اللي معاك اللي هو الدي. طيب هنا بيقول لك element اللي transforms to m، والايه والال اهو والام اهو، وعايز يعرف ايه هو البارتكل اكس ده. لو جيت بصيت هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الدوتر اعلى من البيرنت بواحد في الزد. والله اعلى بواحد في الزد يا مستر، يبقى معنى كده ان ده اكيد اكيد هيبقى ايه هنا 0 وهنا ماينس 1، عشان ماينس 1 يروح مع ال1 ده، فيبقى عندك هنا الايه زي الزد. يبقى معنى كده ان الاكس ده هيبقى بيتا اللي هي اصلا نيجاترون. تمام، بس زي ما قلت لكم لو قال بيتا فهو كده بيتكلم عن نيجاترون، لان لو هو اصل البوزيترون بيقول بوزيترون صريح. اوكي، لكن لو قال بيتا او قال نيجاترون فالاتنين نفس الحاجه اللي هو البيتا نفسها اللي هي اي 0 وماينس 1. طيب Geiger counter reading dropped from 4000 to 500 in 72 minutes. الهاف لايف كام؟ مديك بدايه ده الانيشال وده الفاينل. جميل، ومديك التي وهو محتاج التي هاف، يبقى هنعرف نجيب الدي. نجيب الدي ازاي؟ اول حاجه تجيب ال 5000 دي وتعملها ديفايدد باي 2 تطلع معاك 2000. 2000 دي تروح عاملها ديفايدد باي 2 تطلع معاك 1000. ديفايدد باي 2 تطلع معاك ايه 500. فكده انت وصلت لايه للنهايه بتاعتك. طب عملت كام سهم؟ 3 اسهم، يبقى الدي ايكوال 3. جميل، طب الدي ايكوال 3 وانت عندك التي اصلا ب 72، يبقى تقول 72 اوفر 3 هيبقى ايكوال 24 minute. طيب عندك بعد كده السؤال ده بيقول لك ايه؟ بوتاسيوم. بوتاسيوم عندك هنا 42 و19 اتحول بقى ام وطلع معاك كمان بيتا او اللي هي اسمها نيجاترون. عايز الفورمولا اوف اوكسايد اوف ام، سيبك من هو عايز ايه، خلينا نبص هنا في ايه في الحته دي. طيب هنا بيقول لك ايه؟ هنا بيقول لك الام ده هتطلع معاها بيتا، صح كده؟ طيب هنا عندنا 19. جميل، هنا اكيد حاجه ماينس ال1 تديك 19، يبقى ده ايه؟ يبقى ده كده 20، عشان 20 ماينس 1 يطلع معاك 19. طب طالما ده 20، طب تعال نوزعه حتى توزيع اعدادي، انا مش محتاج منك توزيع سنه قدام، توزعه حتى اعدادي. لو جيت وزعته اعدادي تقول لي ايه؟ هتقول لي 2 8 8 2. طيب معنى كده الفالنس بتاعه ايه؟ هتقول لي يا مستر داي. اوكي، يعني ده كده داي. طب والاكسايد اللي هو الاكسجين يعني؟ تقول لي برضه يا مستر كان داي فالنت. طيب ما ده داي وده داي، يبقى معنى كده الاكسايد ده هيبقى الاثنين دي هتروح مع الاثنين دي، يبقى هو ام او. تمام. طيب خد معاك اخر مثال، قال لك ايه؟ radioactive sample contain الرقم ده atoms after 4 years. ماشي، يبقى الانيشال اتومز بكام؟ ولكن الهاف لايف ب 1 year. خد بالك من حاجه هنا، عاملها لك بالعكس، بمعنى هنا بيقول لك بعد 4 سنين ده هيبقى الرقم الموجود. هو عايز يعرف الانيشال، عايز يعرف البدايه، هو مديك هنا عايز يعرف البدايه. طب اعملها ازاي؟ هو مديك الهاف لايف ومديك كمان التي، فانت تعرف تجيب الدي كده، فالدي هتبقى ايكوال تي اوفر تي هاف، يعني 4 اوفر 1 ايكوال 4. جميل. طب هتقولي يعني مستر اخد ده اقسمه على الاثنين 4 مرات؟ اقول لك لا، هنا هو مديك اصلا الفاينل وعايز الانيشال، فلما انت هتعملها ديفايدد باي 2 هتعملها تايمز 2، يعني تاخد الرقم ده تضربه في 2، لو ضربته في 2 يعمل 9.6، اضربه في 2 مره كمان يطلع معاك 19.2، اضربه في 2 مره كمان يطلع معاك 38.4، اضربه في 2 مره اخيره عشان تبقى انت عشان دي عندك ب4 يطلع معاك 76.8، وكده كده في 10 أس 12 فيطلع معاك ان الرقم هو الاخير ده. جميل، فده كده عكس اللي احنا عارفينه، يعني عكس احنا كنا بنعمله فوق، ده العكس بتاعه. دايما كان بيبقى مديك الانيشال ومديك الفاينل وانت تجيب الدي، او مثلا هو يديك الانيشال ويطلب منك الفاينل،
لكن هي عملها بالعكس، هو اداك الفاينل وعايز الانيشال. فقشطه نفس الفكره، بس بدل ما انت تعمل ديفايد باي 2 هتبقى تايمز 2. بس كده. وكده احنا خلصنا الدرس التاني من نيوكلير كيمستري، وخلاص فاضل جزء صغير خالص. الدرس الاخير ده جزء صغير خالص، وان شاء الله نعمله على طول. واشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.